النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض جلاش سهل جدا وشكله خطير قوي زي ما احنا شايفين كده. الجلاش المكشكش المقرمش هنعمله ان شاء الله بكل سهوله وبطريقه سهله جدا هتعجبكم باذن الله. وزي ما احنا شايفين الشكل خطير. اول حاجه هبدا اجهز معايا السيرب او الشربات. انا معايا هنا كوبايه ونص من السكر على كوبايه ونص من الميه. رفعتهم عندي على النار واول ما السكر داب عصرت عليهم نص ليمونه وقعدوا عندي على النار 6 دقايق بالظبط وكانوا بيغلوا عندي بالمنظر ده. وبعد كده حطيت عليهم كيس من الفانيليا وطفيت النار عليهم على طول واسيب عندي بقى الشربات دوت لغايه لما يبرد. عندي هنا لفه جلاش انا هنا غطيتها زي ما احنا شايفين كده. وهجيب ورقتين وهبدا ان انا ادهنهم سمنه خفيف زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا مش هنكتر من السمنه عشان عندنا الجلاش تقيل. زي ما احنا شايفين كده معايا هنا ديت بتاعه شماعه مكسوره او ينفع تجيبي الستيكس اللي هي بتاعه الشيش طاووق كام واحده كده وتلفيهم كده بسوليتيب ونلفهم بالمنظر اللي احنا شايفينه ده بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه. اهم حاجه بس ان انا الف معايا على ضيق زي ما احنا شايفين كده. طبعا الطريقه سهله جدا وبسيطه خالص. وزي ما احنا شايفين دهونها قليله جدا. وهبدا ان انا بقى من فوق ومن تحت كده اضغط عندي على الجلاش بكل سهوله زي ما احنا شايفين كده. وده منظرها معانا سهل قوي وبسيط جدا لكن الشكل في الاخر بيطلع ما شاء الله خطير معانا زي ما احنا شايفين كده. وهبدا ان انا اسحب معايا الايد بتاعت الشماعه زي ما احنا شايفين كده. واحطها عندي في صاج مدهون سمنه خفيفه مش اكتر من كده. هنشوف واحده تاني معايا هنا ورقتين من الجلاش هدهنهم دهنه كده خفيفه من السمنه. وطبعا السمنه عندنا لازم تكون نوعيه كويسه عشان يبقى ريحه الجلاش معاكي كويس. وهبدا ان انا الفها كده بكل سهوله زي ما احنا شايفين كده. ومن فوق من تحت هبدا ان انا اكشكشها كده زي ما احنا شايفين بكل سهوله. طبعا ما ينفعش تعملي الطريقه دي غير لو الجلاش معاكي طازه. الجلاش عندك لو مش طازه هيتكسر معاكي وهيكون شكله مش لطيف. فلازم الجلاش معايا يكون طازه عشان يديكي النتيجه المظبوطه اللي انت عايزاها. دلوقتي هفكها زي ما احنا شايفين كده من ايد الشماعه واحطها عندي في صاج مدهون سمنه كده خفيف. وهبدا من على الوش ادهن معايا سمنه زي ما احنا شايفين كده. ولازم ضروري ان انا اقطع معايا الجلاش قبل ما ادخله الفرن. لان زي ما احنا عارفين الجلاش لو دخل الفرن وخرج بيبقى صعب ان هو يتقطع. قطعته المقاس اللي انا عايزاه. ودلوقتي هدخله عندي الفرن على درجه حراره متوسطه على الرف الاوسط. هيطلع معايا بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه دوت. طبعا الشربات عندي هنا برد. هبدا ان انا اسقيه معايا للجلاش الجميل بتاعنا دوت. طبعا الطريقه سهله جدا وعايزه اقول لكم ما بتاخدش معاكي وقت خالص والشكل في الاخر بيكون شكل جميل جدا ما شاء الله. وابدا ان انا اقدمه عندي في طبق التقديم. وزي ما احنا شايفين شكله بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم من بره مقرقش جدا ومن جوه طري وجميل يعني قوامه مظبوط جدا. والشكل زي ما احنا شايفين. طبعا تقدري تحطي من فوق بقى اي جرنش انت عايزاه. انا حاطه هنا سوداني. ممكن تحطي جوز هند ممكن تحطي فستق الموجود عندك مش هيقول لا. والشكل زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. عايزه اقول لك ان الجلاش فعلا مظبوط وخطير. يعني ما فيش اي تكاليف احنا اتكلفناها. زي ما احنا شايفين كده ده من جوه شكله من جوه طري ومن بره مقرمش. ما شاء الله جميل جدا. وزي ما احنا شايفين قد ايه الجلاش من بره شكله معايا خطير بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. طبعا اتمنى ان انتوا ان شاء الله تجربوا طريقتي. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان ينصلكوا كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.